مساء الفل عليكم أو صباح الفل أيا كان الوقت اللي أنت بتشوفني فيه. الاغترار بالطاعة موضوع كبير بقى وكلام كبير ومش عارف. لا لا لا، لا كبير ولا حاجة، لا كبير ولا حاجة. أنا بفكر نفسي وبفكرك ويعني دردشة يا سيدي عشان أبسطها لك. ما تاخدش في نفسك مقلب، حلوة كده، ما تاخدش في نفسك مقلب. إيه ما أخدش في نفسي مقلب؟ يعني لو ربنا كرمك ووفقك في طاعة، صليت ركعتين قيام ليل ولا حاجة، تصدقت مرتين تلاتة، خلاص بقى بلاش الجنة تاخدك وتحس انك ايه خلاص. انا خلاص، انا معايا مفتاح الجنة، يعني انا خلاص يا معلم، انا ضمنت الجنة خلاص. لا لا لا، اهدى كده، ايه تمشي بقى تدوس على خلق الله بقى والكبر يملاك بقى وخلاص. ده انا عملت، ده انا مفيش زي ده انا خلاص، ده انا كبير شيوخ المنطقة. لا 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 لا، اهدى كده وامشي على الارض معانا زي ما بقول. وافتكر ان انت اللي محتاج الكلام ده، مش ربنا اللي محتاج الكلام ده. ربنا في غنى عننا كلنا، بطاعتنا بمعصيتنا بكل حاجة. ربنا في غنى عننا. انت اللي محتاج تعمل الكلام ده، انت اللي محتاج تشتغل على نفسك، انت اللي محتاج تجود اكتر واكتر، انت اللي محتاج ترضي ربنا، انت اللي محتاج الكلام ده كله. آه، فكونك تبدأ تغتر بحاجة انت عملتها، انت مش ما عملتهاش كده جدعانة منك ولا شطارة منك، انت عملتها بتوفيق ربنا. ليه؟ لأن كان عندك نية صادقة. النية دي لو اتلوثت وباظت انت كده، يعني ابدأ يقلق. ابدأ يقلق ليه؟ لأن مش القضية مش بس إنك عملت حاجة كويسة أو ربنا وفقك إنك تعمل حاجة كويسة. لأ، الأهم والأخطر إن الحاجة الكويسة دي تتقبل أصلا. ما هي ممكن ما تتقبلش، ممكن تترد عليك لو أنت بتفكر بالشكل ده أو منهجك بالشكل ده، الله أعلم. ممكن تترد عليك، أنت ضامن؟ أنت ضامن أي حاجة أنت عملتها كويسة تتقبل؟ أنت ما أنتش ضامن. يا نهار أبيض، يعني ممكن ده يترد عليا ولا كأنك عملته، ولا كأنك عملته. عادي جدا يعني. فانت بلاش النعرة الكدابة دي، وبلاش تحس انك فوق البشر والكلام ده كله وتصدر الاحكام بقى على الناس بقى. خلاص واحد عمل معصية، ايه ده، ايه لا انت مش مستوايا، لا 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 ده انت وتقعد بقى تتأله على ربنا وتدخل ده الجنة وتدخل ده النار وفلان ده ابن 60 في 70. لا 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 لا، امسك، اعقل، اعقل واهدى، عشان دي سكة مش ولا بد. انت ما تضمنش ولا تعرف الشخص اللي انت اصدرت عليه حكم ده منك لنفسك، ده هيبقى عند ربنا ممكن يطلع احسن منك اصلا. ممكن ربنا يتوب عليه ويبقى اتقى منك، وانت الدنيا تقلب معاك وتروح ورا الشمس. انت ما تضمنش اي حاجة. فركز على نفسك وخليك في نفسك، وشيل هم قبول الطاعة اللي انت بتعملها دي. تخيل، تخيل معايا كده، انا هقولك تغمض عينك كده وتسرح كده. تخيل الليفل اللي انت قاعد تتكلم عليه ده، وان عشان عملت حاجتين تلاتة كويسين وكمان دول ربنا وفقك ليهم اصلا. تخيل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، المعصوم، اللي ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللي دخل الجنة، اللي حلو، أفضل الخلق. في أكتر من كده؟ مفيش أكتر من كده يعني. بيدعي ربنا بيقول إيه؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، ثبت قلبي على دينك. أمال إحنا هنعمل إيه؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام داخل الجنة يقول كده، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وانت تختار عشان جودت شوية في الصلاة، ولا خشعت شوية، ولا صمت يومين في الشهر، ولا بتاع. يا نهار أبيض، لا 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 لا. في بعد كده. خد يا عم الصحابة يعني. الصحابة اللي هم يعني بشر زينا، ممكن يخطئوا، مش معصومين من الخطأ زي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أو الأنبياء أو الملائكة. البشر بشر في الأول وفي الآخر، ولكن بس مش أي بشر. أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، دول ربنا اختارهم يبقوا أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كانوا بيشيلوا هم قبول الطاعة. محدش فيهم اغتر بالطاعة بتاعته، وهم من هم بقى يعني. في منهم مبشرين بالجنة أصلا يعني. أنا عاوزك تتخيل أنت واحد عايش وجالك كده ضمان ووعد، أنت خلاص أنت داخل الجنة، ومع ذلك أنت شايل هم قبول الطاعة، وشايف إنك دايما مقصر وما أنتش مظبوط أمال إحنا هنعمل إيه؟ ما ابدأ اقلق، ابدأ اقلق، مش عشان عملت حاجتين تلاتة الدنيا خلاص بقى. فدي يعني ايه، نقدر نقول ان احنا بنفكر بعض بالكلام ده، وندعي دايما ربنا حسن الخاتمة. لأن في حديث فيما معناه إن حد فضل يعمل بعمل أهل النار طول حياته، وجه في الآخر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. شكرا. والعكس صحيح،
حد فضل يعمل بعمل أهل الجنة طول حياته، وجه في الآخر عمل بعمل أهل النار فدخل النار. فأنت ما تضمنش نهايتك عاملة إزاي، ولا تضمن طاعتك دي هتتقبل ولا لأ، ولا تضمن أي حاجة. كل اللي أنت مطالب بيه السعي وتركز في نفسك فقط لا غير. وخير مثال على ذلك الشخص اللي قتل 99 نفس. 99 نفس، في أكتر من كده؟ يعني ده خلاص، ده اللي هو إيه، ده نازل بباراشوت على النار، في أكتر من كده. وراح لحد شيخ أو عالم عشان يتوب، قال له لا أنت مالكش توب. نفس الفكرة بقى أهو، نفس فكرة التألي بقى على الله، أنت مين أنت؟ مش ما فيش بقى، أنت روح بقى يا معلم مع نفسك. أتم بيه المية، مش ماليش توبة، مش بايظة بايظة، طب تعالى بقى. راح لحد تاني عشان يستفتيه في عاوز يتوب يعمل ايه. فدله على قرية أهلها ناس صالح هيساعدوه على التوبة. يعني ايه؟ يعني يتغير المناخ اللي حواليك. ما علينا بالتفاصيل بتاعة القصة نفسها. وفعلا راح فين؟ خلاص نيته صادقة ان هو راح يتوب، وبعد قتل 100 واحد. قتل 100 واحد، تخيل معايا، قتل 100 واحد ورايح عشان يتوب، ومات في نص الطريق. يعني ما عملش اي حاجه خير اصلا لسه خالص. يعني ده كل الصحيفه بتاعته قتل في قتل. كان ناوي يعمل خير وما عملش خير. ايه اللي حصل؟ دخل الجنه. دخل الجنه في بعد كده. فانت ما تضمنش ده الخاتمه دي شكلها عامل ازاي، بتاعتك او بتاعتي او بتاعتنا كلنا. فاللي احنا ده المفروض مطالبين ان احنا نعمله، ندعي ربنا انه يثبتنا على الطريق، ويهدينا اكتر واكتر، وانه يقبل منا الطاعة، وانه يوفقنا للطاعة وفقا لما يحب وعلى الطريقة اللي عاوزها، وندعيه بحسن الخاتمة. اشوفكم على خير. السلام عليكم.